في ظل عدم إعلان النادي الأهلي حد هذه اللحظة عن المدير الفني القادم لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية، وبالتزامن مع هذا التكتم بيطلع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وبيعلن انفصاله عن المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني طبعا اللي كان بيقود الفريق منذ عام 2022. أورلاندو بايرتس أعلن أن الانفصال أتى بسبب توقيع المدير الفني ريفيرو مع نادي جديد، ولكن لم يعلنوا عن اسم النادي اللي وقع معاه المدير الفني الإسباني. ولكن معظم التقارير بتشير إلى أن النادي اللي وقع معاه خوسيه ريفيرو هو النادي الأهلي المصري. خوسيه ريفيرو صاحب ال47 عام، ما عندوش سيرة ذاتية قوية، ولكنه بدأ مسيرته التدريبية في موسم 2010-2011 وكان مع الفئات السنية في قطاع الناشئين بنادي سيلتا فيجو الإسباني. وبعد العمل لمدة 5 سنين في قطاعات سيلتا فيجو الإسباني انتقل إلى الدوري الفنلندي كمدرب مساعد واشتغل مع أكثر من نادي فنلندي. أشهر محطاته التدريبية كمدرب مساعد في الدوري الفنلندي كانت مع أندية زي نادي هونكا الفنلندي، بالإضافة إلى نادي هلسنكي الفنلندي. طبعا هلسنكي الفنلندي كان بيلعب للاعبنا السابق عمرو جمال. بالإضافة كمان إلى أن أول تجربة كمدير فني لفريق كانت برضه في الدوري الفنلندي، وكانت مع نادي اف سي انتر توركو الفنلندي، وقدر من خلال هذه التجربة واللي بدأت في سنة 2019 بأنه يحصل على وصيف الدوري الفنلندي في نفس العام، عام 2019. انتقل بعدها خوسيه ريفيرو إلى جنوب إفريقيا لتدريب نادي أورلاندو بايرتس، وكان هذا الكلام في عام 2022 وموسم 22-23 على وجه الخصوص. والمدرب خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق قدر ان هو يحقق 5 ألقاب. قدر ريفيرو يحقق مع أورلاندو بايرتس بطولتين لكأس نيدبانك جنوب افريقي، بالاضافة الى 3 بطولات في كأس MTN في جنوب افريقيا، بالاضافة الى حصوله على وصيف الدوري الجنوب افريقي في ال3 مواسم اللي قضاها مع الفريق. من وجهة نظرك يا صديقي، شايف خوسيه ريفيرو هو خيار صحيح لقيادة النادي الأهلي في كل المسابقات القادمة، بالإضافة إلى قيادة الفريق في كأس العالم للأندية، ولا شايف إنه النادي الأهلي كان قدامه خيارات أفضل؟ سيب لي رأيك في الكومنتات. سلام.